السلام عليكم متابعين قناة جيجي جلوتين فري. أتمنى الكل بخير وصحة وعافية. واليوم مخبوزاتنا مع الطحين الأسمر من الطحين الإيطالي نوتري فري. الكل هواي رادوا بهذا الطحين الأسمر وصفة مخبوزات شلون يستعملوه، وقررت اليوم إني أجيبه أشتريه وإني أسوي لكم به الوصفات مالت المخبوزات. وطبعا أنا واثقة من شركة نوتري فري إنها مخبوزاتها وطحينها جدا رائع، بس كنت ما متأكدة من الطعم شلون، بس ما شاء الله طلع الطعم جدا روعة. وبالعكس يعني الطعم جدا طيب ويشبه المخبوزات مالت الطحين الأسمر، طحين الحبة الكاملة يعني مالت القمح. اللي يحب هاي المخبوزات اللي تطلع بها التخمير فد شي راقي يجرب هذا الطحين جدا روعة، ويعني أكيد إني راح أسحبه مرة ثانية وراح أستعمله. شوفوا ما شاء الله المخبوزات قمة بالروعة، يعني غنية عن التعريف، الصورة هي تتكلم، يعني أكيد قدامكم جاي تتكلم. أنا جيت شوي قلت مثل ما قلت لكم يعني أنا ما أدري الطعم، قلت خاف يعني يطلع ما يناسب بنتي ما يناسبني، بس طلع ما شاء الله جدا روعة. هاي مكوناته، اللي يريد مكوناته يشوفها. أكو بعض الناس اللي عندهم سكر يقولون تناسبنا مكوناته لو لا. السكر من أتصور الدرجة الأولى اللي ممكن ياكل بعض السكريات وياخذ انسولين يناسبهم، لأن بيه قليل من السكر هو. ومكوناته بيها طحين ذرة أو طحين رز، إضافة إلى طحين الحنطة السوداء اللي جدا هو صحي، وطحين نخالة الذرة، نخالة العفو الرز اللي جدا هميان صحي حبايبي. فكل واحد يعرف اللي يناسبه من اللي ما يناسبه. فإذا يناسبكم هاي المكونات أيا كانت الحمية مالتكم بألف عافية عليكم، كونوا ويانا وتعالوا شوفوا الوصفة، وإيدكم الحلوة على اللايك والاشتراك الطيب من عندكم وكلام حلو. والما مشترك أكيد أريد يشترك. نبدي بسم الله. هذا هو شكل الطحين اللي هو ميكس بيربان، يعني المخبوزات الطحين الإيطالي نوتري فري. راح نبدي بسم الله بالوصفة. ملعقة كبيرة من الخميرة ونص، ملعقة ونص من الخميرة، أريدها يعني مخبوزات عالية التخمير. ضفت لها ملعقة صغيرة من العسل، لأنه هو أصلا بيه شوية سكريات الطحين، فالأفضل نضيف مثل العسل أو قليل جدا سكر نضيف، يعني نص ملعقة صغيرة. وراح أضيف ربع كوب من المي الفاتر الدافي، دافي لا حار زايد ولا بارد زايد. خليها 5 دقائق تلابس وذابت الخميرة والسكر. وضفت له قطرات من الخل أو عصير الليمون. وراح أضيف 3 أكواب من الطحين، وربع كوب من زيت الزيتون المخلوط بالزيت العادي، كله ربع كوب يعني هو الزيت، لأن زيت الزيتون ما كلش النكهة مالته عالية، فلذلك ضفت وياه زيت عادي، سويت كلن ربع كوب. راح أضيف مي بالتدريج وأشوف إيش قد أحتاج مي حتى أعجن. أريد هالعجينة مالتي طرية، لأن الخليط هذا الطحين حسب خبرتي إنه بيه حنطة سوداء وبيه نخالة رز، راح يحتاج بعدين يمتص الماي، يعني راح يطلع وياكم أول ما تضيفون الماي إنه راخي ولين، بعدين لا راح يشرب الماي. فلذلك راح أسوي هالعجينة بيها ليونة زايدة، لأن أريد أسوي منها مخبوزات مثل الصمون والخبز القرية اللي تكون صمونة كبيرة، فيحتاج هذه إنها تكون عجينتها لينة أساسا يعني. فراح أضيفها بالتدريج المي، ما أستعجل حتى لابسة براحتي. قلنا إحنا ضفنا بالبداية للتخمير ربع كوب، وهنا هاي استعملت كوب كامل ضفته، وبعدين استعملت همين ويا ربع كوب، صار كوب ونص، وفوق النص فشي كلش قليل تقريبا ملعقتين، يعني كوب ونص وملعقتين بالنسبة لي ل3 أكواب استعملت هاي الكمية. عشان شفتوني كل زين مدة 10 دقائق، وراح أكمل بالسباتشول مدة بعد 5 يعني ربع ساعة. طبعا الأفضل وجوده بالعجانة، عندي عجانة بس أنا حبيت انتو تشوفون اللي ما عنده عجانة يقدر يسوي هذه الخطوة بالسباتشولة. كله على كله العجن مالتي كمل ربع ساعة. راح أخليه بس مجرد 5 دقائق على ما أحضر هذه الأغراض. شوف ما شاء الله خلال هاي ال5 دقائق انتفخ شوي هو العجين، يعني معناته العجين جدا جيد، والحنطة السوداء ومعاه نخالة الرز وهذه الخليط كلش ممتاز. هنا حضرت لي صينية مات فرن بها ورق زبدة، وحضرت الفرشة مالتي مات سيليكون للفرد، وراح أفرد. طبعا ممكن تفردون على يعني مالتكم الكاونتر، على تختة خشب براحتكم اللي متوفر عندكم. على الطاولة نفسها مجرد أمسحها وأنظفها كل زين. راح أقسم نص العجينة أسويها هذه الخبزة الكبيرة، تقريبا يعني كوب ونص. اللي يريد يسوي بس خبزة كبيرة، خبز القرية يسموه خبز القرية الأوروبي، ياخذ بس يعني نفس الخليط هذه بس نصف الكمية. والباقي راح أقسمه أسويه على شكل مخبوزات متنوعة، صمونات متنوعة، المدور والطويلة، وصمونة مثل الصمون الحجري، يعني عم تكون مخبوزات متنوعة من عجينة واحدة تقدرون تطبقونها. شوفوا ما شاء الله طبعا العجينة روعة، ورا العجن الجيد هذا كله تطلع لكم عجينة روعة. السر بالعجن حبايبي، يعني عجنوا دائما المخبوزات الخالية من الجلوتين، عجنوها كل زين.
اللي يريد يسأل على الوصفات يعني إنه والله منو نطبقها منو ما نطبقها، يا أنا التطبيق مالتي قدامكم جاي يكون. أنا القناة مالتي غير ربحية، أعيد وأكرر غير ربحية. أنا إنسان أصلا يعني ما محتاجة هاي القناة، ولا جاي أخليها كربح، ولا جاي أشتغل بالمخبوزات حتى أسوي لكم دعاية يعني أساسا، ولا بالطحين. قناتي تعليمية بحتة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالريد يطبقها يلاحظ التصوير كل زين، يلاحظ النصايح اللي جاي أخبركم بيها، وبإذن الله تنجح عنده. فمن ما نطبقها من ما نطبقها الله يخليكم لا تسألون بالتعليقات هذا الشيء. تريدون روح شوفوا قناة ثانية، أنا ما أريد، ما محتاجة أصلا يعني لهالدرجة. إذا أريد المشاهدات وإذا أريد القناة تكبر، فالخاطر تكبر، توصل لأكبر عدد من الناس حتى يستفادون منها ويتعلمون، يعني حتى لا يبقى أحد محروم. بس يعني هذا كله اللي أريده، ما أريد من عندكم أي شيء. الحمد لله والشكر. شفتوها شلون فردتها؟ هاي الخبزة الكبيرة فردتها أول يعني فردة خفيفة. طبعا طحين، نظفوا العجينة من الطحين مثل ما نظفتها أنا. لا تخلون طحين هواي، ما أريدها تنشف، بس مجرد حتى تلتصق. والحمد لله العجينة زينة، ما بيها التصاق، نسبة التصاق هواي مع أنها طرية، نسبة التصاق خفيفة. فردتها وبعدين طويتها مثل ما شفتوها، ولصقت الأطراف مالتها كل زين، وخليتها بهذا الشكل الضعيف، لأن هي بعدين راح تفرش قد ما بيكم ضعفوها العجين بعدين ويا الاختمار يفرش، لأن راح أخمرها مدة طويلة. هاي صمونة مدورة، هاي السمك مالتها سويتها، راح أسوي الحجم الكبير أنا هذا، وثانية راح أسويها مدورة هم، واثنين راح أسويهم واحدة على شكل طولانية وواحدة على شكل مثل صمون الحجري الشكل، يعني أشكالهن. وراح أتركهم يتخمرون مدة 3 إلى 4 ساعات بمكان أنا مدفيته قليل، اللي هو الفرن مالتي دفيته فشي قليل. وراح أخليهم ببطنه مدة 3 إلى 4 ساعات. وإذا بي يعني جلوب أو هذا الضوء مالت الفرن أشغله عليه بس الضوء، ديروا بالكم يعني الفرن دفيته بس مجرد دفو وطفيته هيك ثواني، طفيت منه الحرارة عمود يكون دافي وصالح للتخمير. يا ريت هم تحطون بكاسة بيها مي حار عمود يطلع البخار كل زين للتخمير اللي يعجبه. أنا ساعات أسويها هذا الشيء وساعات لا، أنا بهاي ما سويتها بس هم تفيد. شوفوا بهاي الطريقة هم يسوون هاي الصمونة الطولانية، وهنا هاي طريقة الصمونة الحجري، كلكم تعرفون طريقتي بهذا الشكل أسويها. أريدها لين راح أشويها بالفرن، أريدها فتشي يعني بها سمك. الصمون الحجري هاي اللي راح أسويها بها سمك، انطوها لأن حتى لا تيبس، ترى تيبس إذا سويتوها خفيفة، لا سويها خفيفة. الخفيفة ذيش تسوى الخبازة. أحب أسوي أنا هذه الخطوط بهذه الصمونة. هنا بعد مدة 3 ساعات شوف ما شاء الله الاختمار تجنن، تضاعف الحجم بشوية فرشة العجينة وتضاعف كلش يعني تقريبا ضعف الحجم. هسه راح طلعتهن فوق وراح انطيهن دهنة خفيفة بحليب، كيفكم تقدرون تدهنون بس بماي وترشون طحين، تنطونها يعني طابع المخبوزات الأوروبية اللي يرشون يدهنون ساعات بدهن أو ماء وينطونها رشة طحين فوقها، أو تدهنونها بحليب مثلي، أو بس زيت الزيتون ومي وقليل سكر براحتكم. الدهن يعني يمكم يبقى بيض، العفو صفار بيض ويا شوي حليب أو بيضة كاملة براحتكم، هذا يبقى يمكم الدهن، أو بس بماء تقدرون. دخلته بعدين للفرن ورا ما حمى كل زين، ربع ساعة حميت الفرن إلى 20 دقيقة. دخلته استوى يعني ميزاني عليه. أول شغلت من أسفل بس ما شغلت من أسفل وأعلى، أفضل خليتها تنتفخ براحتها وخليت الرف بالوسط، وبعدين شغلت من أعلى انطى هذا اللون. أنا بنتي تحبها مكسبة، تقدرون تخلون أقل من هيك استواء براحتكم، أو تطلعون الصمونات الصغار لأن شوي استوان زايد. أنا ما عجبني لو شقيت شوي أقل، بس هي بنتي لا عجبها تحب الشي مكسب يعني من الأعلى. شوف ما شاء الله يجنن يجنن جدا روعة. المخبوزات كانت بطعمها قلت لكم مثل الخبز الأسمر، مثل الخبز الشعير، مثل الخبز الأسمر مالت الحنطة البر نسميه احنا، الحبة الكاملة مع النخالة، يصير جدا روعة. شوف ما شاء الله والانتفاخ كلش جيد، اسفنجية. هسه راح اقتطعها لكم وتشوفونها. هاي الخبزة الكبيرة روعة، كانت أفضل شيء يعني أطيب من التوست حتى. راح أخليكم صوت شوية القرمشة سمعوها. شوفوا روعة ما شاء الله. جاي تشوفون الاختمار، جاي تشوفون الفتحات الفراغات مالت الاختمار شلون صايرة اسفنجية، يعني مدة هاي الاختمار مدة طويلة، يعني نكهة مالت حموضة مالت الاختمار تجنن، يعني ما أحكي لكم. فأنصحكم بيجربونه، جربونه شي صحي هو وطحين صحي. جربوا إن شاء الله بألف عافية. بس أهم شيء لكم طبقوا النصايح، يا ريت بس انتبهون النصايح وطبقوها بكل وصفاتي حتى تحصلون على نفس النتيجة. أتمنى الوصفة عجبتكم،
وأتمنى توصل أكبر عدد منكم وأنكم تكونون راضين عنها وتطبقونها. ومثل ما قلت لكم اللي ما يعجبه القناة، اللي ما راضي على الوصفات، يعني أكو قنوات هواي أتمنى أنكم تلقون اللي يلائمكم. والله يعني أنا مو متعصبة أو شي، لا بالعكس، أتمنى تلقون القناة اللي تلائمكم، الشي يلائمكم، حتى ما تبقون محرومين. أنا هذا هدفي، مو هدفي إني أجمع ناس، أجمع متابعين، لا إطلاقا. يعني كل من يشوف الإنسان اللي يرتاح له، القناة اللي يرتاح لها، الشيف اللي يرتاح له، ويطبق الوصفات مالته. شكرا لكم حبايبي، الكل بصحة وعافية.